السلام عليكم. كيعجبك الحامض، وبما انه وقت ديال الحامض اجي نصايبوا واحد الكونفيتير اللي كيجي معلك. وانا وريتك الطريقه في الاول، وان شاء الله غادي تجربيه وغادي يعجبك. جيبي واحد 6 الحامضات يكونوا هكا متوسطين، كنعصروهم مع واحد الكيلو ديال سنيده، كنخلطوهم هكا ونخليهم نحركهم شويه ونخليهم على جنب. تبقاي كل مره تحركيهم حتى على حسب ما يذوب هذاك السكر. بطبيعة الحال لا كاين شي عظيمات ولا حيديهم. هذاك القشور ديال الحامض طيبتهم واحد 4 ساعة في الكوكوط مع يطرو ديال الماء، ومن بعد حيدتهم وطحنتهم في المولينيكس كما موضح في الفيديو. صافي ما غنصفيهم لا والو، بغيتو تصفيهم صفيهم، لان الحامض طايب ما غاديش يجي مر ولا ملي يكون الحامض صفر وطايب ما كيجيش مر. من بعد خلطت مع هذاك السنيده والعصير اللي كنت درتهم من قبل. صافي كنبدا نحرك فوق البوطه على حسب ما 20 كي تيبدا يغلى حسبوا له 20 دقيقه. كتكوني موجده القريعات يعني معقمين وكل شيء. كنعمرهم هنايا كاملين. انا كنفضل هاد القريعات صغار باش حتى لا حليتي يعني كتكملي ماشي بحال الكبار. بعد ما كنعمرهم كاملين كنشد واحد السربيته هكا ولا، وكنسدهم ونقلب. لحقاش علاش من تيكون حامي كتقلبي ديك القرعه كيتعقم بلا ما ديريهم في الماء لا والو. صافي راه كيجلسوا معاك حتى 6 شهور، يعني عاد تحلي القرعه بدايها، يعني من ما تحليش القرعه راه كيبقى مده طويله. وجربوه وتنتمنى ينال اعجابكم ان شاء الله، ما غاديش نندموا. وبما انه الوقت ديال الحامض دابا، غير حاولوا ما امكن تختاروا الحامض يكون صفر يعني طايب شويه، وراه غتجربوه وغادي يعجبكم ان شاء الله. صافي هنايا درتو انا هاد في الليل وفي الصباح ملي فقت لقيتوها ما شاء الله جامد على حقه وطريقه. انا غادي نحل معكم دابا واحد القريعه غادي تشوفوا قدامكم. ها هو داجه بحال الفرماج. غادي نحط واحد شويه طبيصيل. جا ما شاء الله، وتنتمنى الى اعجابكم، وبارطاجيو الفيديو اللي عجبكم مع الاهل والاحباب. ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، ما تنسونيش بكومونتير زوين بحالكم.